فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل ايامكم تكون افضل من العيد. حبايبي متابعين قناه ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته. وحشتوني من الفيديو اللي فات. هنشوف مع بعض النهارده ان شاء الله باذن الله طريقه عمل صينيه لحمه بالبطاطس، تحفه تحفه تستاهل بقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 1.5 كيلو من اللحمه، بنبدا نغسلهم غسله كويسه، وحضرتك ممكن تجيبي كميه اقل من كده حسب عدد افراد الاسره. حضرتك قولي للجزار انا عاوزه لحمه هسلقها علشان تستوي معاكي بسرعه. ابدأي حضرتك قطعيها القطعيه اللي تريحك واللي تعجب حضرتك. انا قطعتها حسب عدد افراد الاسره وخليتها ليومين، بصراحه ما قعدتش يوم واحد بس. حتتين الدهن دول يا ست الكل شلتهم على جنب ينفعوني في يوم تاني. اللحمه بتاعتي كانت ملبسه وجميله جدا تبارك الرحمن. غسلت اللحمه دور واحد بس علشان ما اضيعش فايدتها. الجزار اداني يا ست الكل حتتين من الضره، عينتهم على جنب هعملهم في يوم تاني، والدهن كمان شلته لوحده هعمل بيه وصفه تانيه ان شاء الله تبارك وتعالى. ولعت عين البوتاجاز يا ست الحبايب، وبدات جبت الحله بتاعتي زي ما حضرتك شايفه، وبدات اطش اللحمه بتاعتي. هديها تشويحه كده مع نفسها من غير اي ميه، هي هتنزل ميتها لوحدها في الحله بعد حوالي ربع ساعه، لكن ايدك فيها مع التقليب المستمر ان شاء الله تبارك وتعالى. بدات يا حبيبه قلبي، حطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من السكر علشان تسريع تسويه اللحمه. وبعد ربع ساعه يا ست الكل اللحمه نزلت ميتها اهيت، وبدات تخش في السوى، لان زي ما قلت لكم ان هي لحمه صغيره. وهنا بسم الله ما شاء الله خلاص اللحمه هي زي ما حضرتك شايفه نزلت الدهنه بتاعتها في قلب الحله، وبقت جميله جدا تبارك الرحمن. اخدت معايا تشويحه ممتازه جدا. بدات انزل عليها بلتر من الماء المغلي جدا جدا زي ما حضرتك شايفه. الشوربه بسم الله ما شاء الله عسل ابيض، بسم الله ما شاء الله زي ما حضرتك شايفه. ونزلت بلتر كمان من الميه المغليه، لان انا معايا 1.5 كيلو من اللحمه. الميه المغليه بتساعد معايا في التسويه بسرعه جدا. وادي معايا كميه من البطاطس وكميه من الطماطم، بغسلهم الاثنين، والبطاطس والطماطم على حسب اعداد الاسره. بنزل بطماطميه مقطعه فوق الشوربه زي ما حضرتك شايفه، وبنزل كمان ببصلايه مقطعه فوق الشوربه. قطعه من اللحمه بتاعتي، واول ما هلاقيها داخله على السوا ببدا ان انا ارمي الملح بتاعي. ما برميش الملح قبل ما الاقي ان اللحمه بتاعتي داخله على السوا، علشان لو رميت الملح هيتقل السوا بتاعها. دلوقتي رميت معلقه كبيره من الملح ونص معلقه صغيره، نص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، وهضرب 2 كيلو من الطماطم في الخلاط بتاعي، طماطم عاديه جدا من البيت. بقطع البطاطس بنفس السمك اللي حضرتك شايفاه، بيكون سمك البطاطسايه محمل علشان يستحمل التسويه داخل الصينيه داخل الفرن. وصلت لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. وادي البصل بتاعي يا ست الكل اهو، قطعته برده بسمك محمل وعملت شرخ زي ما حضرتك شايفه كده علشان تدي منظر جمالي داخل الصينيه داخل الفرن. هبدا يا ست الكل اتبل البصل بتاعي بمعلقه كبيره مليانه من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الكزبره، ومعلقه صغيره مليانه من الثوم المفروم، وبدعك كويس جدا جدا جدا. بتبل البطاطس بتاعتي بمعلقه صغيره مليانه من الثوم المطحون او المفروم، ومعلقه صغيره مليانه من الكزبره المطحونه حسب الكميه، ومعلقه صغيره مليانه من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون، ونص معلقه صغيره من القرفه المطحونه، ومعايا كمان الحبهان زي ما حضرتك شايفه بحط ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون. وبتبل البطاطس بتاعتي كويس جدا جدا جدا، ادعكي بضمير يا ست الحبايب. وبجيب معايا 2 لتر من الطماطم بضربهم في الخلاط وبخلطهم كويس. ادي اللتر الاولاني، وضربته بشويه، حطيت شويه ميه في الشفشق وفضيتهم زي ما حضرتك شايفه، وحطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون، وربع معلقه صغيره من جوزة الطيب، ومعلقه صغيره مليانه من الملح، وربع معلقه صغيره من القرفه، حبهان حبيب قلبي، ربع معلقه صغيره مليانه من الحبهان المطحون، وبحط نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. وطبعا كل التوابل دي حسب رغبه حضرتك اللي بتحبي. بس انا بالنسبه لي يا ست كل التوابل دي ما اقدرش استغنى عن اي واحده فيهم، لانها بتخلي لي الطعم بتاع الصينيه بتاعتي في حته تانية خالص. وبعد كده زي ما حضرتك شايفه بدهن قاع الصينيه بمسحه من الزيت، وببدا ارص الصينيه بالبطاطس زي ما حضرتك شايفه كده.
بتدي منظر جمالي ما شاء الله تبارك الرحمن. وكمان يا ست الكل اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. وكمان يا ست الكل بقوم بقى الطبقه التانية بفرد البصل زي ما حضرتك شايفه اهوت. انا مسرعه طبعا الفيديو علشان خاطر النت ما يخسرش مع حضرتك. وببدأ ان شاء الله تبارك وتعالى احط فوق البصل اللي هو الطبقة الثالثة بحط طبقة كمان من البطاطس زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط. الصينية معايا خلاص تمام. لميت بقى اللحمة بتاعتي كلها في طبق تبارك الرحمن وببدأ ادفسها في الصينية بتاعتي. وببدأ كمان ان انا هنزل بقى بالطماطم. طبعا دي الشوربة اللي فاضلة في الحلة ما بخليهاش بفضيها. ببدأ انزل بالطماطم بتاعتي فوق الصينية. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ببدأ يا ست الحبايب اولع الفرن بتاعي على درجة 200 وبحط الشبكة في الرف الاوسط. هتاخد معايا حوالي ان شاء الله تبارك وتعالى ساعة ساعة ونص مع المتابعة ان شاء الله. وببدأ ان انا اغطي بعد كده بالصاج علشان بعد نص ساعة بغطي بالصاج علشان الصينية تتكمل كلها معايا وتستوي بسرعة. براعي يا ست الحبايب ان انا بقلب البطاطس بتاعتي من تحت لفوق وبمسك حته في طبق وبشوفها استوت ولا لا. وتبارك الرحمن طلعت معايا زي الفل اهي بسم الله ما شاء الله. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصل له مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. حبايب قلبي اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ولو مرة واحدة في اليوم ولو حتى آية واحدة والعمل بها على مراد الله تبارك وتعالى. وشكرا جزيلا لحضراتكم واشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.